وايه الموضوع؟ واشمعنى احنا التلاتة حضرتك؟ هو ليه ما فيش رد؟ مين هيدخل الاول يا شباب؟ خلاص الدخول هيبقى ابجدي. اتفضل يا استاذ مسعد. ابجدي ادخل انا الاخر مش الاول. مفيش مشكلة، خش انت الأول عادي. لا ما هو لو ابجدي انت اللي تدخل الاول يا استاذ سعد. تمام، اخش انا الأول، ايه المشكلة يعني؟ هو مش بالمزاج، الدخول هيبقى عشوائي. اتفضل يا استاذ سعد. ما كده أبجدي برضه. هو في حاجة يا خالو؟ ليه يا حبيبتي؟ متوتر؟ لا ابدا مفيش. لا شكلك متوتر. لا. ادخل. اتفضل. مساء الخير. مساء الخير. هو أنا عملت حاجة حضرتك؟ ليه بتقول كده؟ ما أصل أول مرة يقولوا لي إن سيادة حضرة نجيب بيه زركش عايزني، يعني حد اشتكى مني في حاجة؟ ده روتين اجراء عادي يعني. انت بتشتغل موظف هنا وانا صاحب الشركه، عادي ان انا اشوفك. تحت أمر حضرتك. هو انت عندك كام سنه؟ 28. مؤهلك ايه؟ بكالوريوس تجارة. اسمك الثلاثي ايه؟ سعد نصار محمد عبد المقصود. يعني انت المرتب كويس يعني بيكفيك؟ الحمد لله، بس مفيش حاجة بتكفي حضرتك. الحمد لله مفيش حاجه بتكفي ازاي؟ ما هو الحمد لله على كل شيء. يعني عايز زياده في المرتب؟ طبعا. طبعا ليه؟ الزيادة حلوة. يعني انت بتبذل مجهود يستاهل الزياده دي؟ ولا الهوا ده، أنا شغال شغلانة أي حد في إعدادية يعملها. يعني مش مبسوط في شغلك؟ أنا عارف إن مفيش شغل يبسط، وإن مش جاي ألعب يعني وكده، بس يعني لو شغلانة حلوة ومرتبها كويس والواحد يبقى وجوده مش زي عدمه، تبقى حاجة عظيمة يعني. يعني عايز تشتغل ايه، مدير مثلا؟ لا مش للدرجة دي حضرتك، يعني ممكن محاسب أشتغل بشهادتي باللي درسته. وانت تقديراتك كانت ايه في الكليه، كويسه يعني؟ جيد، بس هي مش تقديرات قوي، أنا كنت بجيب جيد زهق. زهق يعني ايه؟ يعني حضرتك أنا كنت ممكن أجيب جيد جدا وامتياز، بس هعمل بيهم إيه وأنا لا هبقى معيد في الجامعة ولا هينفعوني بعد كده في الشغل. فكنت بخش الامتحان بقى أبقى قاعد زهقان، أو محلل اللي يعديني بأمان وأقوم قايم متكل على الله. طيب انا هدرس حلك. اتفضل يا سعيد. سعد حضرتك، سعد. سعد. اتفضل يا سعد. اتفرجي وانت ساكته. أنا آسفة بس هو بجد ظريف جدا. يعني ظريف لدرجه انك حسيت انه ممكن يبقى ابن خالك مثلا؟ لا مش للدرجات دي يا خالو. معرفة الزركش بيه عايزنا في ايه؟ والله ما عارف، ما فهمتش منه أي حاجة. اشمعنى احنا الثلاثة طايجة؟ مش عارف، بس الواد بتاع الجراج شكله عارف، لأنه كل شوية عمال يقول لي أنا عارف نجيب بيه عايزنا ليه، أنا عارف نجيب بيه عايزنا ليه. طب ما تيجي نروح نسأله. هو عيل كشر، بس ماشي، يلا سعيد. يلا سعد. تضحك عليا يا جدع. شكلهم بيلموا الناس اللي أساميها فيها سعادة. الظاهر كده. ما انت كويس اهو، ايه اللي حدفك عليا؟ انت عارف انت اكتر واحد انا ما بحبش اشوفه. عشان ما بتخافش على نفسك، مكمل حياتك بمزاجك. وان شاء الله هكملها بمزاجي. طب عايز ايه؟ جاي لي ليه؟ مزاجي اجي لك النهارده، انا حر. انت مش حر، انت حابس نفسك في ازازه الخمره عشان تبقى حر. ازازه الخمره هي اللي شارباك، مش انت اللي شاربها يا نجيب. شوف يا دكتور، اللي بيعيش على مزاجه بيموت، واللي بيعيش على مزاجه برضه بيموت، ومحدش بيموت ناقص عمر. ممكن يموت ناقص عقل. الا دي، انا عقلي يوزن بلد. الا في الصحه. انا حر في صحتي. تاني بقول لك ايه، الدي ان ايه بيثبت ان فلان ابن فلان بنسبه كام في المية؟ 99 بوينت، تسعات كتير قوي، 100% تقريبا. يعني مفيش اي مجال للشك. النهارده لا، الموضوع منتهي. بتعمل ازاي؟ هو ايه؟ الدي ان ايه؟ هببت ايه؟ انت مالك؟ اكيد شكاوي متقدمة. ايه يا عم التفكير المنيل ده؟ انا حسيت ان الراجل كويس ومش زعلان، شكلها حاجة حلوة بإذن الله.
مش فارقه. المهم انا افضل في الكاونتر بتاع التذاكر، انا مبسوط. ايوه بشوفك انا في شباك التذاكر. وانا بشوفك في الكافيتيريا بيقولوا عليك حرج. مبسوط في الكافيتيريا؟ مبسوط جدا. طيب فرصه سعيده جدا ان مبسوطين، عشان انا هبقى مبسوط اكتر لو انتوا مشيتوا. ممكن اشوف شغلي؟ مفيش فكه. اتفضل يا فندم. اهلا 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 يا متولي، تعال اتفضل يا حبيبي. في ايه؟ اتصلت بيا جبتني على بلا وشي. خير؟ ما بنامش يا متولي. السن يا نجيب. سني انت كمان، انا اصغر منك. فراق صعب، فراق شفيقة. اصعب من فراق شفيقه خازوق شفيقه. خازوق شفيقة. هحكي لك كل حاجه. اشرب ايه الاول؟ وانتوا هتفضلوا لازقين كده كتير؟ يا عم احنا هناكل اكلك؟ ما احنا حلينا لك مشكله الفك اهو. ده جزاتي. ولا طريف اهو. يلا فين؟ تعال. ايه الموضوع يا اسطى طريف؟ انا مش قسطه. ايه الحكايه يا حاج طريف؟ ولا حاج بقول لك ايه، انا خلقي ضيق لوحده يا طريف بيه. ولا بيه. انا طريف وبس. عايزين تعرفوا ايه؟ لو هتمشوني امشي من دلوقتي بكرامتي، انا اصلا زهقت وبتلكك. عندك شغلانه تانية؟ لا. طب هو فقر وعنطازه يعني؟ لا فقر بس. هنا فقر، ولو سبت شغل فقر. بس في فقر اهون من فقر. لا مفيش، فقر واحد. طب انا الفقر بدأ يلعب في عبي. باختصار كده، نجيب بيه هيعين واحد فيكم في وظيفه مهمه قوي قوي. استاذ سعد اتفضل. دلوقتي عندنا شغل جديد. يا مسهل الحال يا رب. الشغل الجديد ده محتاج حاجات مهمه. انا تحت امر حضرتك. اهم حاجه النظافه. يبقى يا المطبخ يا الحمامات. لا 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 لا، الشغل اهم من كده بكتير. وريني ضوافرك. برافو. قصص ضوافرك. وريني شعرك كده. برافو برضه، شعرك طويل اهو. هو في ايه حضرتك؟ ما هو الشعر ده عنوان الصحه. هنحلل ونشوف، بس دول مش كفايه. ايوه كده حلو قوي 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 قوي. ان شاء الله قريب قوي هنقول لك النتيجه. اتفضل. استاذ سعيد اتفضل. دلوقتي في شغل جديد. يعني حضرتك انا هسيب التذاكر؟ الشغل الجديد ده محتاج حاجات مهمه. زي ايه؟ اهم حاجه النظافه. انا عمري ما سرقت حد. مش السرقه، نظافتك الشخصيه. اتحط ايه؟ وريني ضوافرك. ضوافري؟ ايوه. يا لا ما يصحش انا اجيب بيها، انا هبقى قصهم انا. لا معلش، مش هتعرف توصفهم زي كده برضه. استنى. على مهلك. اثبت بقى عشان ما تتعورش. ثابت اهو. تمام. استاذ مسعد اتفضل. دلوقتي عندنا شغل جديد. يعني مش هترفض؟ الشغل الجديد ده محتاج حاجات مهمه. ما اي شغل محتاج حاجات مهمه. اهم حاجه النظافه. ما يصحش الكلام ده، انا مستحمي في بيتنا. كويس، شعرك طويل. لا نجيب بيه لو سمحت، ما حدش يقول لي طيب احنا. خلاص. وريني ضوافرك. اهو. انا المقصوصين على الاخر. خد تف. نعم. تف ليه؟ يا ابني تف. ايه اللي تف؟ مش فاهم. تف ولا هرفدك. وانا اكرم ده ترفض. تف ولما تف ما تعصبنيش. اللي قال ان الجواز ده نعمه ياخد جايزه. نعمه ايه؟ ما بدهمش غير شهر واحد اندمت بس. يا راجل شهر؟ انت بتتكلم كلام غريب يا حنفي. الجواز يدوم شهر؟ انا ليا واحد صاحبي قاعد متجوز 3 سنين يا حنفي. 3 سنين؟ 3 سنين. 3 سنين لا اشتكى ولا فتح بقه ولا كلمه. الله اكبر كده. 3 سنين.
لا لا يا كيتي، لا هنعيد تاني. بص بقى انا زهقت. بقول لك ايه، ما فيش زهقت دي، احنا هنعيد ان شاء الله 1000 مره. المهم الفولورز يكتروا والناس تضحك وتتبسط، صح؟ صح يا سعد. شيرين، ازيك يا حبيبتي؟ عامل ايه يا نجيب؟ الحمد لله انا كويس. بقول لك ايه، بكره الساعه 8 بالليل تجيبي مؤنس ونانسي وتقولي على هنا. خير، انت كويس؟ انا كويس حبيبتي، بس المهم ما تاخروش على 8. حاضر حاضر. طيب باي. باي يا حبيبي. يعني ايه اقبل بتعيين 3 محاسبين عندي هنا في المكتب؟ هي هيصه ولا ايه؟ لما تبقى شركة أبوك يبقى أقول لأ. نعم. انت اتجننت؟ انت ازاي تتكلمني بالطريقه دي؟ اتفضل امضي على قرار تعيينهم وأنت ساكت. ولو ما مضيتش هتمشي، واحد منهم هيقعد مطرحك. ده تهديد بقى. أيوه تهديد. همضي يا طريف وهروح اشتكيك لنجيب بيه. لو راجل اعملها. وما عنديش 3 مكاتب لحضراتهم كمان. مكاتبهم جاية حالا وأفخم من مكتبك. والله يا طريف لا يبقى آخر يوم ليا في الشركة دي. تبقى وفرت مكتب. اتفضلوا يا شباب، 2 يقعدوا على المكتب هنا والتاني يقعد على حجر الباشا لحد ما كاتبكم ما تيجي. ألف مبروك يا أولاد. الله يبارك فيك يا اسطى طريف. ارجع.